يا أهلاً على كل مواليد برج السرطان. النهاردة إحنا هنغوص في أعماق المحيط بتاعكم عشان نطلع اللولي والمرجان اللي مستخبي في شهر مايو. لو حاسس إن الفترة اللي فاتت كانت لخبطة أو إنك واقف في مكانك ومحتاج زقة، فالفيديو ده هو الزقة اللي مستنيها. ركز معايا في كل كلمة، لأن الكواكب الشهر ده مش بس بتتحرك، دي بتعمل حفلة في بيوتك الفلكية، وفي هدايا جايلك في الطريق لو عرفت تستغلها صح. اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس، ويلا بينا على التفاصيل. عارف إيه اللي مخلي الدنيا قايدة عندك الفترة دي؟ الطاقة دي عاملة زي النار اللي بتغلي مية المحيط بتاعك، وده مؤثر بشكل مباشر على بيتك العاشر. يعني إيه البيت العاشر؟ يعني شغلك، كاريرك، صورتك قدام الناس، وحتى علاقتك بالناس اللي ليهم سلطة عليك. في زحمة كواكب في المنطقة دي، نبتون وزحل والمريخ كلهم بيقولولك إن ده وقت التغيير الكبير. لو كنت بتفكر تسيب شغلك وتبدأ حاجة خاصة بيك، أو لو كنت عايز تاخد خطوة جريئة في مشروع كنت مأجله، مايو هو الشهر المثالي. وعندك الانضباط بتاع الثور اللي هيدعمك، فما ترميش الفرصة دي من إيدك. التغيير ممكن يبدأ بضغط أو خناقة صغيرة في الشغل، بس ما تقلقش، الضغط ده هو اللي هيولد الانفجار الإبداعي اللي هيخليك تطلق مشروع العمر. نيجي بقى للنص التاني من الشهر، وتحديداً من يوم 16 مايو الطاقة بتنقل لبرج الثور. هنا بقى اللعب بيبقى على اللمة والعلاقات الكبيرة. الثور بيخدم بيتك ال11، بيت الأصدقاء والأحلام الكبيرة والناس اللي شبهك. ده وقت إنك تخرج من قوقعتك وتندمج مع مجموعات جديدة. لو عندك حلم كنت بتخاف تقوله، الوقت ده هو وقت ظهوره للنور. هتلاقي ناس بتدعمك، وهتلاقي فرص بتجيلك من خلال معارفك. وفي زمن السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي اللي بقى في كل حتة، انت محتاج ترجع للوصل الإنساني الحقيقي. مايو بيقولك ابني علاقاتك، وسع دايرة معارفك، وخليك جزء من حاجة أكبر منك. صدقني، القوة دلوقتي في الجماعة مش في الفرد. ومش بس كده، ده يوم 22 مايو الشمس هتروح لبرج الجوزاء، ومعاها الزهرة وأورانوس، وده هيفتح لك بوابة اللاوعي. البيت ال12 عندك هينور. يعني إيه؟ يعني هتلاقي عندك بصيرة عالية، أحلامك ممكن تبقى رسايل، وهتلاقي صدف بتحصل في حياتك مش مجرد صدف، دي إشارات من الكون بتقولك أنت ماشي صح. ده وقت مثالي للتصالح مع نفسك وفهم الدوافع المستخبية جواك. لو كنت بتمر بفترة نفسية صعبة، في طفرة نفسية هتحصل لك في الأيام دي هتخليك تشوف الأمور بوضوح ما كنتش متخيله. استغل طاقة الجوزاء دي في إنك تجرب حاجات جديدة وتخرج بره الصندوق اللي حابس نفسك فيه. وعلى سيرة الحظ، فأنت لسه معاك كارت بلانش اسمه كوكب المشتري. المشتري بقاله فترة في برجك، وفاضله شهرين بس ويودعك ويروح لبرج الأسد. الشهرين دول هم الفرصة الأخيرة عشان تظبط أمور بيتك وعيلتك واستقرارك. المشتري كوكب التوسع، فممكن يكون جالك فرصة نقلة بيت، أو تحسين في علاقتك بأهلك، أو حتى قرار بإنك تتحرر من قيود عائلية كانت خانقاك. الحرية بالنسبة لك ممكن تكون بيت أصغر ومصاريف أقل، أو فيلا كبيرة في مكان هادي. المهم إنك تدور على راحتك النفسية جوه جدران بيتك. استغل وجود المشتري في برجك دلوقتي عشان تثبت رجلك وتعلن للعالم كله أنت مين وعايز إيه. ده وقت الظهور الحقيقي للسرطان. ومن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها في بداية الشهر، يوم 1 مايو بالضبط عندنا قمر مكتمل في برج العقرب. ده بيخدم بيتك الخامس، بيت الحب والإبداع والأطفال. لو عندك مشروع فني أو قصة حب كانت متعلقة، القمر ده هيجيب لك الخلاصة. يا إما الموضوع هيكمل ويوصل لذروته، يا إما هتفهم إن الطريق ده مش بتاعك وهتقفله بوضوح. الطاقة هنا تقيلة وعميقة، وممكن تخلي علاقتك بشريك حياتك فيها دراما شوية، بس هي دراما مفيدة عشان تطلعوا كل اللي جواكم وتنظفوا الأجواء. ولو بتفكر في موضوع يخص أموال مشتركة أو ورث، فالقمر ده هيسلط الضوء على الورق وهيخلي الرؤية واضحة قدامك. ومش هنختم الشهر كده وخلاص، ده مايو كريم جدا، وفي آخره يوم 31 مايو عندنا القمر الأزرق المكتمل في برج القوس. ولما بنقول قمر أزرق يعني قمر مكتمل تاني في نفس الشهر، ودي طاقة نادرة وقوية. القمر ده هينور بيتك السادس، بيت الصحة والشغل اليومي والروتين. لو كنت مهمل في صحتك أو عندك أعراض مش فاهمها، القمر ده هيساعدك توصل لسبب التعب، وهتلاقي حلول وعلاجات ما كانتش في البال. كمان لو بتفكر
بتفكر تغير نظام يومك أو تبدأ رياضة أو حتى تهتم بحيوانك الأليف، ده أنسب وقت. برج السرطان، الكواكب كلها في وضعية حركة للأمام، مفيش تراجعات تعطل مسيرتك. عندك طاقة تدفعك في شغلك، وطاقة الثور وطاقة الجوزاء بتنور بصيرتك، وطاقة القوس بتظبط صحتك وروتينك. انت ملك المشهد الشهر ده، بس المهم إنك تتحرك، ما تبقاش مجرد متفرج على النجوم وهي بتترص عشانك. خد الخطوة، ابدأ المشروع، صلح علاقاتك واهتم بنفسك، وما تنساش إن كل اللي بنقوله ده هو خريطة استرشادية، بس انت القائد اللي ماسك الديركسيون. أتمنى لك شهر مليان بالحب والنجاح والراحة النفسية، وافتكر دايما إنك تستحق كل الجمال اللي في الدنيا. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.